انا في حاجه كنت مخبيها عليك. انا بشتغل ضابط المخابرات الاسرائيليه واسمي الحقيقي دانيال. حبيبه انا مسافر بكره اسيوط وبخيرك لاول والاخر مره، يا انا يا ابوكي. امال لا امال طبعا جرب نار الغيره. غيرة ايه؟ وقال لي اقول لك ايه؟ قال لي ايه يا ست انت؟ ايوه، وكان لابس جوانتي اسود صح؟ جوانتي في الصيف. جوانتي في الصيف. جوانتي في الصيف. ده حرام يا رمزي. فور وصف أسمى بعض آراء الشيخ الشعراوي بالمتطرفة انهالت التعليقات عليها. خبر ان واحده حلقت شعرها، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، احنا وصلنا للدرجه دي؟ ويقولوا تاخد الترند وجاتها البالة بشكلها وابوها ما عرفش يربيها. لا انا بنتي بتربيها كويس جدا. بس بوظتها لما قلت لها برافو عليكي خدتي الترند. يا ساتر استر يا رب. دول المذنبين، دول المتهمين اللي عملوا المصيبه، اللي بوظوا البشريه، اللي اذوا الناس. ده انا بخش ادور على الحاجات اللي بتضايقني علشان بستمتع بالبلوك. وانا في كل الحالات هقف في ظهرها طول الوقت طبعا هي واولادي كلهم، وهتلقى انا الخبطات، وانا عارف ان اسماء بتعمل حاجه انا اللي بتشتم. هل هو الجاني ولا المجني عليه؟ خلاص ما انا مشكوك فيا، كل مصيبه تحصل ورا واحده ست. سؤال بيطرح نفسه أول ما نبدأ نحكي حكاية شريف منير، الفنان اللي دخل الفن من باب المزيكا وتحديداً من آلة الدرامز، لكنه لسه لحد النهاردة بيثير الجدل، مش بفنه لكن بحياته الشخصية. هو نفسه أطلق على نفسه لقب المحترم على السوشيال ميديا كلها. يعني اطلق عليا المحترم على السوشيال ميديا كلها، وده بعد ما الدنيا اتقلبت عليه بسبب تصرفات بنته أسمى. لكن في نقطة مهمة هنا، هل ممكن تكون أسمى ضحية تربية والدها ليها ولا هي على طول غلط والمشكلة عندها؟ يعني مثلا ايه تفسير انه وداها الاسم وهي طفلة عندها 7 سنين بسبب مجلة؟ لدرجة ان انت ممكن تودي عيل من عيالك الاسم، ده ايه اللي افترضها؟ اسماء وهي نازله على اخر السلم كانت منهاره، قلت لها بصي هتبقي مع دول. وايه سبب انه كان بيروح وراها فجأة في اي مكان هي واخوها؟ ايه اللي يخليك بتروحي النادي فجأة من غير ما تقول لبنتك انك هتطب عليها؟ عشان اطمن هي مصاحبه مين. هل كان شديد عليها زيادة عن اللزوم ولا ده خوف ولا ده كان خوف أبوي مفرط؟ والسؤال الأكبر، هل تصرفاتها النهاردة نتيجة لعقد نفسية اتزرعت من زمان؟ لقيت انا كنت مفتري قوي من كتر خوفي عليها، انما غلط. يعني ده برضو يخلينا نروح لحته ايه، ممكن الواحد يحب حد بس بيحبه غلط. وهل هو متضرر من تصرفاتها ولا بيشجعها انها تاخد الترند؟ هنا بقى قرار باحث عن الترند، باحث عن اللايكات. وهل اتهام انه خدها معاه برنامج انا وبنتي علشان يشهرها صحيح؟ وبنتك شخصيه عامه ومعروفه وكانت بتطلع معاك قبل كده في برنامج والناس عارفاها وفنانه فمش محتاجه. وايه الخلاف اللي كان بينه وبين شيرين وليه عمل لها محضر؟ وانا اتعلمت برضو ان انا ما انفعلش واخد حقي بهدوء، لان عمر العصبيه ما بيجيب حق. ايه سر صورة العذراء مريم اللي حاططها في بيته؟ وجود صورة العذراء والمصحف بالنسبة لي شيء مهم جدا من بعد ما بدأت تبان الفتن. كل دي أسئلة والإجابات ممكن تغير نظرتك تماما لشريف منير. تابع الفيديو للآخر وقرر بنفسك، هل هو فعلا الجاني ولا المجني عليه؟ ابن المنصورة شريف أحمد منير اتولد 14 مايو 1959 في أسرة متوسطة. طفولته وصفها بأنها أسعد فترات حياته. يعني عايز اقول لك كنت بتدلع قوي، انا كنت هنا وحيد لوحدي، لحد ما في مره حس ان سعادته دي ناقصها حاجه مهمه، كان عايز اللي يشاركوا فيها، علشان كده طلب من اهله طلب غير متوقع. قلت له يعني اصل في المدرسه في اصحابي ومعايا في الفصل وكده عندهم اخوات، واختي واخويا، وانا ما عنديش اخ ولا اخت، انا قاعد لوحدي. ورغم الحب اللي كان بيحس بيه والسعاده في طفولته، الا ان والده كان قاسي عليه شويه، وكل ما يكبر اكتر كان بيعامله بشده اكتر. علقه علقه. انا مره اتكسرت عليها الشماعه، وخصوصا لما بدأ يتجه لحاجة غير تقليدية زي العزف على الدرامز والبيانو اللي أثرت على دراسته. مش بسببه انت صرت 3 سنين في الثانويه العامه؟ بس ما تعقدتش. بس الغريب إن الآلات اللي أهله شافوها سبب فشله في التعليم كانت هي المفتاح اللي فتح له باب الشهرة، والعزف هو اللي خلاه يتعرف على الشاعر الكبير صلاح جاهين اللي دعمه وشاور له على طريق التمثيل. وعم صلاح جاهين الله يرحمه هو اللي قال لي أنت هتمثل، أقول له أتكسف اطلع امثل قدام الناس. قال لي انت هتبقى شاطر. وفعلا شريف سمع بنصيحته، وبعد ما اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحيه بدأ مشواره الفني في مسلسل رحلة المليون سنة 1984 مع محمد صبحي. لكن انطلاقته الكبيرة كانت في السينما في فيلم كيت كات سنة 1991 قدام محمود عبد العزيز. ايه ده يابا ده؟ حد يعمل كده؟ شواح حمار.
وبعدها قدم شريف منير إبداعات فنية زي فيلم ديسكو ديسكو يا اخي ناديه متاثره فعلا بشخصيه اخت جدا، وفيلم ولاد العم اللي كان نقلة نوعية في مسيرته. انا في حاجه كنت مخبيها عليك، انا بشتغل ضابط في المخابرات الاسرائيليه واسمي الحقيقي دانيال. وفيلم حلم عزيز مع أحمد عز. اوعى تقولي انك دخلت الجنه، استخسر الجنه في ابوك يا عزيز. وطبعا مش هننسى دوره في مسرحية حزمني ياه. وفي ليلة من الليالي طلع السواق بتاعنا وقال لي سونيا تعالي أعلمك السواقة في الشقة، اللي بسببها حصل معاه موقف طريف وهو بيجهز للشخصية عند الترزي. قلت له عايز افصل فستان. ليه كده يا استاذ؟ اسمعني بس. لا لا لا، ليه تصدمني يا استاذي؟ لا اصدمك في ايه يا بيه؟ ده شغل، انا عندي شغل. بص انا عايزه بقى كده والظهر ها. والغريب ان دي ما كانتش اول مرة يلعب دور ست، سبق له وظهر بنفس النوع من الادوار دي في فيلم هستيريا. يا سلام، طول عمري بحب فريد شوقي. يا سلام عليك يا ملك. وكان حابب يثبت انه يقدر يتلون ويتقمص اي شخصية حتى لو كانت في نفس الاطار بأداء مختلف يخلي كل مرة ليها طعمها. وفي الدراما قدم اجمل اعماله اللي ربطته بالبيت المصري وخلته ضيف عزيز ودائم على شاشته، زي مسلسل ليالي الحلمية. وما دمت بسأل عليها وبطمن من بعيد يبقى خلاص، بس النهارده انا مضطر. والمال والبنون. انت يابا لسه ما اتجوزتش، امال لما تتجوز هتعمل ايه؟ لا بقول لك ايه، انا ما احب الصاحب يبقى كده ابدا، حتى لو كنت هتتجوز اختي. وغيره كتير من الاعمال اللي تألق فيها بأدائه العالي. ومش بس كده، ده كان ليه تجارب في تقديم البرامج زي برنامج فرصة سعيدة سنة 2017. اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم فرصه سعيده. لحد النقطة دي كان شريف منير مستمر في نجاحاته وحياته الفنية في حالة استقرار، لكن من أول برنامج أنا وبنتي سنة 2018. انت موافقه على شكل التربيه اللي بنشوفها دلوقتي في الاجيال الجديده اللي جايه؟ وبدأ يطلع بنته أسمى معاه، بدأت الانتقادات تتوجه له بشكل كبير، من أول اتهامه إنه بيطلعها علشان يشهرها، مرورا بالجدل اللي كانت بتعمله بأسلوبها وتصريحاتها، واللي خلاها دايما في بؤرة الترندات. منهم مثلا لما طلعت ترند بسبب إنها نزلت بوست بتسأل فيه عن حد من رجال الدين تسمعه علشان تستفاد منه. أقول عايز أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير ما عنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين قوي، يعني خلطين الدين يا خلطين الدين بالسياسة. نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة. لسه في حد كده؟ فالجمهور المتابع رشح لها الشيخ الشعراوي عادي جدا، لكن اللي عمل الأزمة مش السؤال، لا ده كان رأيها في الشيخ الشعراوي وكلامها عنه. ردت أسمع على تعليقه قائلة: طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه وما كنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو ما صدقتش نفسي من كتر التطرف. كلام فعلا معرفش يستوعبه، حقيقي استغربت. وحرفيا كلامها سبب جدل كبير، وكانت وقتها فريسة من فرائس الناس على السوشيال ميديا. ومش بس هي، ده كمان والدها شريف منير طالهم الحب جانب. وابوكي نفسه اتشتم على فكره يعني. ايوه اتشتم جامد، يعني طلعوا له صور وهو عامل دور مجسد دور ست. ولازم دايما تلاقي مع انتقاد الناس ليها اسم والدها في النص، لكن رد فعل شريف منير على اللي عملته وقتها كان غريب جدا. ايه رايك في الانتقادات اللي وجهت لبنتك في الفتره الاخيره بسبب شيخ الشعراوي؟ لا احنا خلينا بقى في المهرجان نتكلم في المهرجان. لا معلش يعني معلش احنا دلوقتي في المهرجان نتكلم في المهرجان. رد فعله ده باين انه كان عارف انها غلطانه، علشان كده معرفش يرد، خصوصا ان الموضوع ما كانش ترند وخلاص، ده الموضوع كبر جدا. لأن الأمر امتد قليلا، تفاعل عدد من نواب البرلمان من بينهم النائب إسماعيل نصر الدين الذي طالب في تصريحات صحفية له يجب تطبيق قانون تجريم الإساءة للشخصيات العامة، لحد ما أسمى نزلت بوست واعتذرت فيه من الجمهور. الجدل اللي عملته ما وقفش لحد هنا، وأثار الجدل كبير لما نزلت فيديو ليها على السوشيال ميديا وهي بتحلق شعرها. لا ده جنان. اللي عملته ما كانش لوك جديد، ده كان في مرمى نيران السوشيال ميديا، وفي اللي قالوا ان اللي عملته شو متعمد، وانها بتحاول تلفت الانتباه وتخطف الترند باي طريقه. والجدل ما كانش مجرد كلام على السوشيال ميديا، ده وصل كمان للاعلام. حبه من غير قبه، هيصه من غير لازمه، دوشه من غير حاجه. ينفع يبقى الاوساط الاجتماعيه والسوشيال ميديا في مصر وكمان في بعض الدول العربيه لا حديث لها خلال 3 أيام إلا عن خبر إن واحدة حلقت شعرها؟ وسط كل الجدل ده والانتقادات الموجهة ليها هي ووالدها، شريف منير اختار إنه يقف جنب بنته وما هموش رأي الناس ضدها. اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا ويقولوا تاخد الترند وجاتها البلا في شكلها، وابوها ما عرفش يربيها. لا أنا بنتي بتربيها كويس جدا. لكن طريقة كلامه نفسها اتعرضت للانتقاد، وكتير شافوا إنه أخطأ المرة دي بسبب إنه مش مدي الموضوع أهمية وكأن
انه بيتهاون في اللي حصل. بس وانت بتاكل ومش عارف ايه يعني مش مهتم، مش حلوه، لانه في النهايه انت نجم كبير، والموضوع موضوع مهم انت طالع فيه بتدافع عن صوره بنتك وسمعه بنتك، فاحترامك لمشاهديك حتى وجمهورك اللي بالملايين كان يقتضي ان انت تبقى قاعد وبتكلمهم باحترام وعاد، مش وانت بتاكل سمك عادي كده وبترمي لهم كلمتين. علاقه اسماء بوالدها ما تعرفش تحدد هي ايه بالظبط، هو دايما واقف جنبها لان دي غريزه الاب لبنته، لكن في نفس الوقت اللي بتعمله بيحطه في موقف محرج كل مره، لكنه مش بيقدر يعمل حاجه. يعني في مره اتفاجئ الجمهور ان اسماء لغت متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقتها كان الجمهور عايز يعرف ايه السبب، لكن محدش من الطرفين اتكلم. واللي حصل ان شريف اعتذر منها بطريقه مختلفه لما نزل اغنيه اجمل بنوته لمدحت صالح على الانستجرام. بنتي يا احلى بنوته، ووقتها فرحت جدا انه صالحها قدام الكل. وهنا بقى سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، هل ممكن يكون اسلوب تربيه شريف منير لبنته هو اللي خلاها تطلع بالشخصيه الجريئه والمثيره للجدل دي؟ يعني كان مدلعها بزياده ولا شديد عليها زي ما كان والده قاسي عليه؟ الحقيقه ان طريقه تربيته ليها ولاخواتها فيها علامات استفهام كتير. يعني مثلا موقف منهم كان قاسي عليها جدا، والموقف هو لما كانت طفله ولسه عندها 7 سنين وعجبها مجله في مكتبه فخدتها معاها في الشنطة من غير ما تدفع فلوس، بعفوية الأطفال ومش في دماغها أي حاجة أو إنها كده بتسرق. لكنه لما عرف بالصدفة كانت ردة فعله مش مفهومة لما خدها السجن بإيده ووصفها بالحرامية. ونزلنا لقينا بقى زنزانة قضبان. أسماء وهي نازلة على آخر السلم كانت منهارة بتعيط، قلت لها بصي هتبقي مع دول، تخشي سويت. ومن وقتها سبب لها عقده من الحته دي. لما كبرت قالت لي انت يا بابي توديني القسم وانا عندي 7 سنين، يعني ده يرضي مين ده؟ قلت لها بتاخدي حاجه من ساعتها مش بتاعتك؟ قالت لي اتعلمي. واعترف انه كان قاسي عليها لما عمل فيها كده. انا بدات اتخيل الموقف تاني، لقيت انا كنت مفتري قوي بس من كتر خوفي عليها. انما غلط، يعني ممكن الواحد يحب حد بس بيحبه غلط، يعني طريقه التوجيه كانت غلط حقيقه يعني. وكمان كان متحكم فيها وفي تحركاتها وهي صغيره، وكانت بتلاقيه جاي لها النادي فجاه. كان ايه اللي يخليك بتروحي النادي فجاه من غير ما تقول لبنتك انك هتطب عليها؟ عشان اطمن هي مصاحبه مين. ومش هي بس، ده كمان بيروح لاخوها فجاه برضه الجامعه علشان يشوفوا مصاحب مين. ان الصحبه يا اما بتخلق راجل كويس يا اما بتخلق حد منحرف. الاصحاب هم اللي بيعلموا السجاير، هم اللي بيعلموا الخروج عن الادب، هم اللي بيعلموا الالتزام. وعلشان يتاكد انه مش بيشرب سجاير، لكن لما كبر هو واسماء سمح لهم بالسجاير عادي، لكنهم مش بيشربوا قدامه احتراما ليه. ما بشربش، انا ما اقدرش لغايه ما مات، ما اقدرش اعمل كده. وولادي كده، يعني فؤاد ابني الكبير واسماء اقول لهم لو عندوا راحتكم يعني دروش ما بحبوش. ابنه فؤاد وبنته أسماء من زوجته الأولى ناهد اللي توفت بسبب إصابتها بالسرطان، لكن بناته فريدة وكاميليا من زوجته الثانية لورا عماد، وبناته دول كمان كان ليهم نصيب من الترند وإثارة الجدل، لكن بشكل مش متعمد. الجدل بدأ لما شريف نزل صورة عفوية ليهم هما الاتنين مع بعض، لكن كتير شافوا إن الصورة جريئة جدا، والتعليقات كانت كلها انتقادات موجهة ليه، فده خلاه مسحها وبعدين نزلها تاني وطلع رد على المنتقدين. لانه الناس اللي بعتولي بيكلموني بالدين، اللي شتموني ملايكه، دول اللي اذوا الناس كلها، هم دول البتين الكبار قوي دول. ومش بس اولاده اللي كانوا في دايره الجدل، شريف منير نفسه تعرض لانتقادات واسئله كتير اثارت النقاش حوالين صوره العذراء مريم اللي معلقها في بيته، وظهرت في لقاء ليه مع مفيد فوزي في بيته، لكنه وقتها على طول وضح السبب. اولا وجود صوره العذراء والمصحف بالنسبه لي شيء مهم جدا من بعد ما بدأت تبان الفتن اللي هي مش موجودة، ده وهم اتصنع لأن علاقاتنا ببعضينا في المجتمع ما بتقولش كده أبدا. وكمان اتعرض لتعليقات ومضايقات بسبب إنه حاطط علم مصر. من كتر ما بحب الوطن عندي علمي في بيتي بحطه العلم بتاعي، بينزلوا لي ساعات يقول لك أمال فين العلم؟ تريقة، بيقعد يتريق في الزبالة على طول، بلوك في الزبالة مش بلوك. ولما راح هو وعيلته يشجعوا المنتخب في روسيا، اتقال كلام كتير انهم السبب في الخساره اللي حصلت، لكنه ما كانش بيدي اي اهتمام للكلام ده. وقيل انكم انتم سبب الخساره، هل ندمت على السفر؟ لا طبعا ما ندمتش، واحنا اللي كنا بنلعب. ودلوقتي ما عادش بيتضايق زي الاول من التعليقات السلبيه اللي بتتوجه له، لانه تقريبا خد مناعه خلاص. يعني السوشيال ميديا مثلا لما كنت اشوف حاجه فيها هجوم وشتايم فكنت انفعل واتضايق واتنرفز مش لحد دلوقتي كده؟
ده انا بخش ادور على الحاجات اللي بتضايقني علشان بستمتع بالبلوك. شريف منير معروف انه شخصيه مسالمه في الوسط، مش بتاع مشاكل ولا ليه خلافات مع حد، لكن في خلاف وحيد لفت الانظار من كام سنه حصل بينه وبين شيرين، لكن مش على المستوى الفني، ده كان خلاف جيران. المشكله بدات لما شيرين كانت عايشه في البيت اللي جنب شريف، وعلى سطح بيتها كان في بواقي من البنا زي رخام وخشب، فلما طلب منها انها تشيله علشان خايف على اولاده ان حاجه تقع عليهم وهم بيلعبوا تحت، رفضت وكلمته بطريقه مش كويسه، فاضطر انه يعمل لها محضر علشان خايف على اولاده، لكن في النهايه شيرين اعتذرت منه والموضوع اتقفل. اللي حصل ان هي قالت ان هي بتعتذر عن العصبيه الزايده وسوء الفهم، بس من بعدها علاقتهم فضلت متوتره وما عادش ليهم علاقه ببعض. كيف هي علاقتك اليوم بشيرين عبد الوهاب؟ مفيش علاقه. شريف منير عنده دلوقتي 66 سنة، آخر أعمال قدمها وتألق فيها كان مسلسل أجازة مفتوحة مع لقاء الخميسي سنة 2021. ده كابوس ده ولا إيه يا شريف؟ كابوس كبس على صدري، الإصابات كبست عليا، بيطردوني حتى في منامي. ومسلسل إيجار قديم سنة 2022. ده حرامي يا رمزي. حرامي يا رمزي؟ يا نهار اسود ومنيل. طب شفت؟ صاحبك طلع حرامي، انا كنت فاكره صاحبك. لكنه اخر فتره اتجه تاني لشغفه في العزف، وكون فريق نوستالجيا باند واعلن عنها في لقاء مع اسعاد يونس. ايدي بتاكلني دايما لان انا بحب العزف، وقررت اعمل فرقه، فلما لقيت انه بتندهولي في صاحبه السعاده قلت دي فرصتي ان انا اقول المشروع الجديد بتاعي اللي هو نوستالجيا. شريف منير قدر انه يعمل ثروه من شغله في الفن تقدر ب 400 مليون جنيه تقريبا حسب متوسط اجور الفنانين في اعمالهم، وفي النهايه شريف من الشخصيات القليله في الوسط الفني اللي تقدر تقول عنها عندها وزن وتقل، مش بس في فنه وتاريخه لكن كمان باسلوبه وكلامه اللي دايما فيه وعي واتزان. ورغم كل الجدل اللي بيلاحقه بسبب تصرفات بنته أسماء، الا انه عمره ما حب يجي عليها او يطلع نفسه منها حتى لو ده هيأثر على صورته او مسيرته، وبيحاول يوازن بين كونه فنان معروف وكونه اب، ودي معادله مش سهله، بيساندها وبيحاول يحميها وفي نفس الوقت بيتحمل الضربات اللي بتجيله بسببها، كأنه بيقول انا اللي ربيتها وانا اللي هتحمل. هقف في ظهرها طول الوقت طبعا هي واولادي كلهم، يعني لازم هقف في ظهره وهتلقى انا الخبطات، وانا عارف ان اسماء بتعمل حاجه انا اللي بتشتم وانا اللي بتبهدل، موافق، بس ولادي لا. ومهما اتقال عنه بيبقى ثابت في موقفه، وده اللي بيخلي الناس تحترمه حتى لو اختلفوا معاه.